بقول لك ايه، تعالي تعالي. ايام ايجيبشن مصرا، ده اسمه نيش، ده عندنا اسمه نيش. الناس اللي في البلاد العربيه بره عشان يفهموا ان ده اسمه نيش. لازمته ايه؟ ملوش اي لازمه. القران ماليه لازمه، بس هو حلو. في ازاز خشب عموله يعيش. بص في كالون فوق، الدنيا جميله، واخد مساحه على الفاضي، قسما بالله ماليه لازمه. خشب حلو، ده بقاله من يوم ما اتجوزت ما اتفتحش جوه بقى، والقران ما رضيت انضف بترابه. في فناجين حلوه، فنجان ده بسم الله ما شاء الله، انا مش طالع ابيع بضاعه يعني، بس هو حلو، النيش حلو. في كاسات بسم الله ما شاء الله، وفي كوبايات اهي، في حاجات حلوه بسم الله ما شاء الله. ولازم المصحف. في كاسات لا الشغل بتاع زمان بسم الله والله العظيم بترابه، الدنيا جميله. ده قسما بالله النهارده اخوك ممكن يفضل يتمرمط 6 شهور في جمعيات ويلحس الاسفلت عشان خاطر يجيبهولك مرمي ملوش لازمه. في نوع تاني بيبقى مكتوب عليه الف مبروك، ده لازم تلاقيه في اي نيش، ولا معرفش ده كان عليا انا بس، ولا معرفش ايه الدنيا. شايفه الطقم ده؟ قسما بالله العلي العظيم بسببه ابوك اساسا ما بينام ولا بيجي له نوم بالليل. اللي انت بتروحي لابوك يا بابا اشمعنى بنت خالتي وبنت عمتي، مرمي ملوش لازمه. هقول لك ايه بس، ده يعني انا متاكد مليون في الميه ان مراتي عشان تجيب ده اهلها سالفين نص ثمنه. والله العظيم حرام يا شيخه بالله عليك. ما تبقيش تيجي للانسان، ما تبقيش تيجي للبني ادم اللي ممكن يكون باني عليك طموح ورسم عليك الخيالات ان انت خلاص الزوجه بتاعت المستقبل. لو انت فعلا الزوجه شيليه من قبل الجواز، حاولي تشيليه، معلش اقفي معاه اسنديه. بمعنى لما يجي لك واحد ابن اصول وابن ناس وتيجي تقول له تعالى يا عم البيت انا بحبك، البيت موجود، فيجي ابوك يجزره بطلباته اللي ما بتخلصش، والواد غلبان، الواد على الله زي حالاتنا كلها على الله. ابوك يجزره طلبات، فتيجي له انت تاني يوم تقول له هعمل ايه، ده بابا اللي قال كده. تيجي لا، مفيش واحده النهارده بتتجوز غصب عنها، ما تبصش للفلوس عشان يا واخد الجرد على ماله بروح الجرد والمال ويفضل جرد على حاله. يا بنت الناس دي كلها حاجات ملهاش لازمه. This is نيش، اسمه نيش عندنا هنا، ولا ليه اي لازمه يا بنت الناس. قسما بالله لو هتاخد اللي انت بتحبيه لو على حصيره، طالما انتوا عايشين البال رايج والدنيا مرتاحه، قسما بالله بالدنيا وما فيها. في على فكره في كذا نيش زي ده بتسلم على قد محضر جابوه، بس الدنيا ما مشيتش اتطلقوا، فمش كان ده العقبه. النيش اللي انت شايفاه ده كفيل ان هو يخلي ابوك الغلبان واخواتك يتزنقوا في جمعيات لمده سنه قدام، اقسم بالله ما ليه لازمه. بالله عليك يا شيخه اتقي الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.